Bismillahirrahmanirrahim. Kana an-nahar la yakunu kamilan duna syams wa kana al-lail la yakunu kamilan duna al-qamar wa kana as-salami la yakunu kamilan duna ijabatikum wa bidzalik ajibus salami bin nasyati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alal fata quwwatan syadidah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a risalatahul azizah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Al-mukarram أعضاء اللجنة التحكيم العادلون والعارفون، أيها الحضور الكرام والمشاهدون الأعزاء لهذا الفيديو، نسأل الله أن نكون جميعا من أهل الجنة إن شاء الله. طيب، في هذه المناسبة أريد أن أسلط الضوء على الدور، يعني الطلاب الميلينيال في بناء اقتصاد الأمة. معاشر المسلمين رحمكم الله، الطلاب الميلينيال هو الشاب الذي يجمع بين العلم الشرعي والقدرة على استخدام التكنولوجيا الحديثة. هذا الجمع يؤهله ليكون رائدا في عالم الاقتصاد. يمكنه استفادة من التكنولوجيا لبدء مشاريع تجارية عبر الإنترنت تخلق فرص عمل وتساهم في تنمية المجتمع. أيها الأحبة في الله، كما عرفنا أن الطلاب الميلينيال قادر على نشر الوعي بأهمية الاقتصاد الإسلامي من خلال تفعيل الزكاة والصدقة والمشاركة في برامج لتمكين المجتمع من اقتصاديا واجتماعيا، كما قال الله تعالى في القرآن الكريم في سورة النساء من آية 37: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. الآية المذكورة التي تؤكد في الزكاة والصدقة والعادلة المجتمعية. معاشر المسلمين رحمكم الله، وعلى الرغم من التحديات الكبيرة إلا أن الحماس والمعرفة والأخلاق
التي يملكها هذا الجيل تجعله قادرا على أن يكون رائدا أعمال وقائدا يسمه في رفاهية الأمة الإسلامية مستندا إلى القيم الإسلامية مثل الصدق والأدب والاجتهاد. أيها الشباب، وفي الختام فلنشجع الطلاب الميلينيال وندعم جهوده في بناء اقتصاد الإسلامي ومزدهر. ممكن هذا مني، عفوا على كل خطئي. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. آخر الكلام انظر ما قال ولا تنظر من قال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.